أهلا وسهلا بكم مع مندي حول العالم. اليوم حلقتنا وطبقنا من الجزائر الحبيبة من بلد المليون شهيد. اليوم في عنا سلطة الأرز والشوربة البيضة. خليكم معنا، خلينا نشوف الشيف منال كيف حضرت الوصفات اللي تاخذ العقل. بدنا نقول يا هلا ورحب بالشيف منال من الجزائر الحبيبة. الله يخليك. أهلا والله فيك. نورتي اهلا فيك وابسطينا. الله يخليك يا رب. احنا اليوم عندنا يسعدك. طبقين. نعم، الأول عندنا شوربه بيضاء وعندنا سلادوري. تمام 100%. بيش ودك تبلشي بالبداية؟ نبلش بالشوربه، شوربه بيضاء. يلا ناخذ مكوناتها. اول شغله بدنا مكوناتها، هي لازم ضروري سمنه، معلقه سمنه 100. معنا مرق دجاج، معنا ملح، معنا فلفل اسود، قرفه وقرفه عود، 100. قرفة بودره وقرفه عود، وزيت، زيت. بصل مفروم. زيت ايش يعني؟ زيت زيتون قلي. ولا زيت قلي؟ تمام. بصل مفروم، بصل مفروم. دجاج مفروم قطع صغيره 100 يعني اقل شوي من الشيش. تمام. مشان الواحد يعني يقدر يحملها بالمعلقه. 100. حمص حب، حمص حب. بقدونس، اوكي. و وارز. رز مندي. رز مندي. طيب انا ودي ومعنا حبه بيض وليمون. هذول اخر شيء بدنا نستخدمه. تمام. بس بدي اوقف لك عند رز مندي. بدي بس اسولف لك هيك، اعطيك كم من معلومه عنه. بالبدايه هو رز اذا حطيتيه بعد فتره من الزمن على الطبخ يكبر مره ونص. صحيح. والنشويات بيه كثير قليله. نعم. والاهم من هذا الاشي انه سعره كثير مناسب. احنا ما بنستعمل كثير رز باطباقنا. حلو. فما بنعرف نتعامل يعني مع يعني ما بنعرف نطبخه بشكل صحيح. تمام. زي الاردن او زي دول الخليج. فانا بالنسبه لي كجزائريه لما جيت هون على الاردن استخدمت هذا الرز، حسيت انه من افضل الرز الموجود بالاردن وساعدني كثير. طيب نقول يا رب. يا رب. باش نبلش؟ بدنا نبلش اول شيء نحط طنجره الفخار على النار. بدي احطه. نزود لك عليه مي؟ لا لسه بدي احط الشغلات تتقلى. اول شيء نحط السمن. يلا. وبعدين بحط معلقه الزيت. ايوه. بس انا شايفك حطيتي السمن وزيت. لانه هو سر الشوربه بالسمنه، بس أيوة. لازم نحط زيت لانه ما بنقدر السمنه نحسها ثقيله كثير. يعني على الشوربه. ودك تكسريها؟ بدي 100. كملي ستي. بعد ما يذوب وين رايحين؟ السمن نحط البصل. راح نضيف البصل. ايوه. البصل طبعا فرمناه ناعم. ناعم. طيب اذا احنا جينا نسولف عن الطبق هذا، شو المناسبة اللي يتقدم بيها؟ هذا بيتقدم يعني يوم صباحية العرسان. أيوة. بيعملوه أهل العروس أو أهل العريس، يعني حسب الاتفاق. إذا أهل العروس بدهم يجيبوا غدا للعروس، أيوة. هم يعملوه. أو بس المتعارف عليه إنه يوم الصباحية أهل العروس لأنه إحنا يوم قبل بيكون العرس، فبتكون شوربة حمراء. أيوة. إحنا الجزائر يعني كل الشرق إلهم شوربة. أيوة. الوسط إلهم شوربة. والغرب إلهم شوربة والجنوب إلهم شوربة. أوكي. إيش اللي يميز المطبخ الجزائري؟ والله إحنا المطبخ الجزائري غني كثير، مطبخ متنوع يعني. أيوة. فيها 58 محافظة. ما شاء الله الله يا رب يبارك. الله يخليك. هاي بخليها تدبل. تمام. هلا أنا البقدونس فيه بدي استخدمه 3 مرات. المرة الأولى إنه أحطه مع الدجاج والحمص وإنه يستوي. بعدين أحطه مع صفار البيض ومع الليمون آخر إشي مشان يصير المرقة بتصير أتقل. أيوة. وثالث إشي لما أقدم الصحن بدي أرش من فوق. خلص بلش. بلش أذب لك ستي. أنا أترك لك القيادة. أيوة بلش. أنا أنسحب. بدي أحط الدجاج، بخليه بس دقيقتين يتقلى مع البصل. هاي الدجاج قرب يستوي. إنه بس إنه هيك ياخذ شوية لون. ياخذ شوية. هلا بدنا نحط حمص. اوريدي الحمص عندنا مسلوق. تمام هيك. اوكي. طبعا هي تعد وجبة كاملة. حلو. كاملة المكونات. كاملة يعني. وبروتين. فيها كل شيء. أيوة. بقوليات فيها كل شيء يعني مشبعة. هاي منيحة كمان برمضان، كثير ممتازة. حلو. فبدي احط بس هيك شوية بقدونس. لأنه بحب البقدونس بالأكل، يعني كمان بيعطي طعم. تقريبا 6 كاسات مي حطينا. 6 كاسات مي.
البهارات اللي هي حكينا انه مرق دجاج، ملح، وملح طبعا بدنا نخفف شوي لانه مرق دجاج اوريدي مالح 100%. وبدنا نحط فلفل اسود وقرفه عيدان وقرفه بودره مطحونه، كله مع بعضه. اوه الريحه. قديش تقريبا نخليها على النار؟ نخليها تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة. 20 دقيقة تكون جاهزة؟ تكون جاهزة للتقديم. بس احنا بهاي ال 20 دقيقة بدنا نغسل الرز وبنقعه تقريبا دقيقتين بس. خذ راحتك ونضيفه نضيفه للشوربة مشان يستوي مع الدجاج، لأنه احنا بنعرف إنه الدجاج بيستوي بسرعة. فعلى بركة الله، خذ راحتك. هلا بعد ما نقعنا الرز تقريبا دقيقتين 3 نضيف؟ بدي أضيف. تفضل. وقديش نعطيها تقريبا على النار؟ هلا من هاي بنعطيها تقريبا 17 دقيقة لأنه اوريدي أخذنا دقيقتين 3. تمام. بدنا نخلطها كويس لأنه الرز يعني كل فترة وفترة بدنا نخلطه مشان الرز ما ينزل. 100%. شوف هذه ودها تقريبا 17 دقيقة. صحيح. ودنا ننتقل للسلادوغي. سلادوغي، نعم، سلطة الرز. 100%. طلع ما شاء الله يعني الحبة. بعدين شو الحلو بيه بالله يا شيف انه ما يتكسر. ما بيتكسر، بضل حبة يعني هيها. وحتى الموجود يعني قبل النقع كمان ما بيكسر. ولا يعني شيء. مرتب. أنا والله بنصح فيه بسرعة، خصوصا اللي ما يعني مش متعود على الرز كثير. 100%. بالبداية عندنا نحكي ايش المكونات؟ عندنا رز مغلي. اوكي. وعندنا بازيلا اللي هي جلبانة. اوكي. وزرودية، ذرة، احنا بالجزائري نقولها ذرة. ذرة. أيوة. ذرة. ايوه ذرة. الذرة مباشرة يعني هيك ذرة. 100%. طماطيش اللي هي بندورة. طماطم. ايوه طماطم. ايوه. عندنا شلاضة اللي هو الخس. ايوه. قطعناها هي للتزيين. تمام. كرومبيت احمر، كروم احمر. ايوه ملفوف احمر. احنا أيوة. كرومبيت نحكي له. ايوه. زيتون، عندي زيتون مقطع. واسمه الزيتون عندكم نفس زيتون. ايوه مقطع، وفي زيتونه حبه كامله. بس مفرغه ولا زي ما هي؟ مفرغه عادي زي ما بيحبوا يعني. اللي عندها اطفال بتتغلب فهي افضل يعني 100%. لانه هي كمان السلطه مفيده كمان للاطفال. حلو. فيها مكونات كامله. وعندنا اللي هو عنصر اساسي المايونيز. هذا اساسي بالطبخ. اساسي. يس. وعندنا فلفل الاخضر. ايوه. اللي هو طرش احنا نحكي له. طرش، واحنا فلفل اخضر. فلفل حلو. اخضر. فلفل حلو احنا نقول له. بقدونس للتزيين كمان. 100%. هذا الرز والبازيلا والجزر والذرة والبندورة، هذول كلهم بنخلطهم مع بعض، نضيف لهم المايونيز. طيب نقول يا رب. يا رب. يلا اوكي، يلا نزيده ونحضره. نديروا الرز بالبداية. الرز كمية من الرز. تمام. نحط كمية من البازيلا والجزر والذرة. تمام. طبعا الرز بعد ما سلقناه بنخليه يبرد شوي لأنه هاي السلطة تقدم باردة. اوكي تمام. ما بنقدر نحطها سخنة لأنه بدنا نحط مايونيز. 100%. وفي ناس احنا بالجزائر لأنه احنا مغرمين بالجبنة، نستخدم كثير جبنة. في ناس بحطوا كمان جبنة مثلثات. وفي اللي بده يحط يعني حسب. في موزاريلا كمان بده يرش من فوق تزيين يعني. بس هذه عشان تعتبر باردة. طيب ننتقل للبعديه. هلا بنخلطهم هدول. بعد نحط لهم البندورة. طماطش. تمام. بعد الطماطم ننتقل لايش؟ هلا الطماطم هاي بدنا نحط هلا مايونيز، بدنا نحط زيتون لانه هدول للديكور. 100%. بدنا نحط زيتون. في ناس بدها تحط فليفله بتحط يعني بس الاشي الرئيسي هو الرز والبازيلا والجزر والذرة. في هلا اللي بده يحط زيتون اسود، احنا مشان يعني يكون ميكس بالالوان يعني. أيوة. بيعطي عليك. بدنا لسه بدك تخلطي. هلا بدنا نعمل هاي السلطه يعني. وهو الزيتون بيعطي طعم زاكي بالسلطه. 100%. هلا حطينا بس اللي مقطع شرائح. مايونيز، حط لي مايونيز. كم معلقه؟ حط مايونيز يعني كميه معتبر لانه مشان تيجي متماسكه. يا وي دسم والله المايونيز هذا. خلص لا بس مع الرز مش رح تحس فيه. طيب خلص كافي؟ خلص هلا بكفي هذا. خليك. اذا احتجنا بنضيف. 100%.
في ناس بيحطوا حكيت لك جبنه مثلثات تعطي كمان طعم زاكي. يعني احنا الجزائريين يعني معروفين بال بنحب الجبنه، يعني حتى مع المعكرونه وهيك بنحط. هسا هيك جاهزه. ملح ما في داعي ولا فلفل اسمر؟ لا هلا بدي احط شويه ملح لانه المايونيز احنا بنعرف انه حلو. مالح. خلص. هذه بدك اياها ولا خلاص؟ لا خلص. اوكي. هيك صارت جاهزه. والحلو بالرز هاد طلع كيف انا بخلط الحب بعدها زي ما هي. زي ما هي. ايوه هيها زي ما هي يعني ولا يمكن ولا حبه. هيها ايوه ما عجن والله ما عجن زي ما هي. يعني اللي عاملنا يعني هيك المايونيز. ايوه بس هو هي وبعده هي حبه 100 زي ما هي. عافية عليك. ننتقل مباشره لمرحله التزيين. يلا استمعك. ايش اساعدك انا؟ بدي اغلبك بس احشي لي يلا الفليفله ولا على طول الطرشي والطماطش. طيب ماشي. هذه جاهزة. هذا صحن تاع طماطيش. الطماطم البندورة. البندورة. تنزين يعني نحاول نعمل تشكيلة ألوان هيك مشان خصوصا الأطفال يعني مشان ياكلوا هيك. حتى الكبار يعني بيحبوا العين. احنا العين بتاكل قبل صح قبل الثوم. مزبوط. هذا بنحاول بالله شوفي لي هيك امورها تمام ممتاز. هنا هادو نحطهم هنايا. حطها لي هنايا. هان لا هذه حطها لي هنايا. ايوه. بعدين ما شاء الله الشيف مختاره مغيره الالوان. يعني لما حطت البندوره هان حمراء ما في تزيينه. ما في تزيينه حمراء. هسه هذه الصفراء وين هان هنا. الله 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 الله. هذا هو الابداع. بعد هلا ما خلصنا تزيين السلطه بدنا نشوف الشوربه. والله انا قاعد اشم ريحه تجنن. طيبه. اجيب لك المغرفه. جاهزة. نزيد لها صفار البيض. الصفار البيض يثقلها. اعطيني اقضبها عنك وهذا. ندير عصرة ليمون عليها. ايوه هذه اخر مكون. تالي يعني دوكي نحط هذه الخلطة نخليها يا دوب 2 دقائق 3 دقائق. اوكي تمام. لازم لنا درك نزيدوا لها شوية معدنوس. بقدونس اجيب لك اياه على طول. نحط هاي شوية معدنوس. صارت مكبوس. هاي خلاص هكا. هو معدنوس هو اللي بيعطي ريحة. ايوه يعطي ريحة وطعم. ريحة هاي الريحة الحلوة. خلاص يعني. هذه؟ خلاص هذه. اعطينا عنك. ثقالت شوية. شوف ما شاء الله الرز. الرز فخم. درك خلاص غير دقيقة اخليها ندوك نحل السفرة. دقيقة ونحو يعني نشيله. يلا معانا دقيقة ونحو وعلى الصفرة. شوف منال أبدعت. الله يا رب يعطيك العافية بتحضير هالطبق الجزائري اللي منظره يشهي. إن شاء الله أكون قدرت أمثل يعني الجزائر ولو جزء بسيط. الله يقويك. الله يخليك. خلينا أنهي ونبلش أكل. الله يا رب يعطيكم العافية. انتهت حلقتنا اليوم بمندي حول العالم. استنونا بحلقة جديدة وبلد جديد وطبق جديد. بأمان الله.